السلام عليكم. خواطر كروية، حلقة جديدة من روما. بما اننا في روما خلينا نتكلم شوية على الدوري الإيطالي. خلينا نقول ان في آخر 5 سنين الدوري الإيطالي اختفى، أو 6 سنين الدوري الإيطالي اختفى عن الساحة. الإنتر بيوصل النهائي بس محدش يعرف مين بيلعب في الإنتر مين بيلعب في اليوفي. في آخر 5 سنين في 4 فرق أخدوا الدوري، في نابولي يوفنتوس وميلان والإنتر. فالموضوع مختلف، مفيش لعيبة مشهورة زي زمان. المشهور بالدفاع الإيطالي مش مشهور دلوقتي، ما تعرفش يعني من أيام بونوتشي وكليني ما ظهرش أي حد. فالدوري الإيطالي يعني بيختفي من وقت للتاني، ونتمنى إنه يظهر قريب. كل جيلي ليه فرقة في إيطاليا قبل ما يبقى ليه فرقة في إنجلترا. أنا بحب اليوفي، في ناس كتير بتحب الميلان، في ناس كتير بتحب الإنتر، مش كتير عرب بيحبوا نابولي. رغم ذلك كلنا كنا بنتخانق زمان على مين الأحسن، ميلان ولا يوفنتوس ولا مين. ودلوقتي انا بفضل ستيل بفضل اليوفنتوس على اي حد تاني، رغم ان ميلان عامل شغل كويس. انتريستا طبعا مبسوطين، بيوصلوا نهائي اوروبا، بياخدوا دوري. انزاجي عامل شغل كويس، ومع ذلك مفيش اي تاثير اوروبي لحد دلوقتي. تفتكر مين في الميلان؟ انزاجي؟ تفتكر مالديني؟ خش على انتر تلاقي ميليتو، ايتو، وابراهيموفيتش وزانيتي وستانكوفيتش. ولا تفتكر مين في اليوفي؟ بوفون وكانافارو بونوتشي وكيليني. وتفكر مين في نابولي؟ فينسيني وميرتنز مثلا. في روما كاسانو توتي. فين الاسماء دي من دلوقتي مفيش اسماء مشهوره. وطبعا ما ننساش حبيب الملايين لعب هنا في روما. كان اخر نادي كنت بحب اتفرج على حبيب الملايين فيه كان في روما. كنت تحس انه بيلعب كوره الى حد كبير. دلوقتي انت عارفين رايي فيه. سؤال الحلقه: في لعيب ايطالي اخذ هداف الدوري الايطالي 4 أو 5 مرات في اخر 13 سنه. لو عرفت هو مين اكتب لي في الكومنتس. سلام، تشاو فروم روما.